السلام عليكم الإخوة. اليوم صراحة مكنتش غندير حتى فيديو، واضطريت ندير فيديو بحكم الخدمة ديالي ومتتسمحش لي. المهم ما علينا باش منطولش عليكم الإخوان في الفيديو بزاف. الموضوع ديالنا ديال ترامب، على أساس يحول الغزاويين إلى المغرب. وهذا هو الحاجة اللي خلتني نوض ندير هذا الفيديو هذا. ما كاينش شي قرار رسمي، ولا كيف ما تنقولوا الإخوان ترامب ما خرجش بواحد التصريح ديالو بلي أنه غيحول الغزاويين، غادي يحولهم من المغرب. هذه فقط واحد الجريدة أمريكية خرجت وقالت بلي 3 دول من إفريقيا غادي يمشيو يتحولوا ليهم الغزاويين. هذه من نقطة. النقطة الثانية، حنا كمغاربة، وأنا تنهضر بالمنطلق ديالي، أننا حنايا قضية فلسطين راه قضية وحدة تتهمنا كاملين. لا القضية الفلسطينية لا الغزاويين لا الناس اللي في الضفة لا، يعني فلسطين بصفة عامة. عمرنا كنا حنا ضد هاد الإخوان الغزاويين. ما كاينش تهجير عليهم قاع في مرة باش عرفوا شنو كاين. حنا ضد الفكرة ديال التهجير. هذاك الناس أرضهم، غيبقاو في أرضهم ويتصلح ليهم في أرضهم. وحنا ضد أي بلاصة يمشيو الأردن ولا يمشيو لمصر ولا يمشيو أي بلاصة، حنا ضد هاد الفكرة هادي. والمغاربة كاملين، 40 مليون نسمة، حتى واحد ما باغي التهجير، لا الأردن لا لمصر لا الجزائر لا المغرب، لا حتى حاجة. ترامب نتوما عارفينو فاش ينوض يبقى يدير هادشي هذا كامل. وحنا ضد هاد الفكرة هادي ديال ترامب، ولا ضد الفكرة ديال إسرائيل أنها تهجر الغزاويين. حنا كلنا فلسطين، وهادشي هذا معروف عن زمان أن القضية الفلسطينية من أوائل القضايا ديال المغرب. وهادشي هذا كامل تيشدعلو جلالة الملك نصره الله وأيده، والله ينصرو في هاد النهار ويحفظو لينا. كان مصر من أوائل الحاجة هي القضية الفلسطينية. وحنا كذلك كشعب مغربي، حتى حنا تنتميو لجلالة الملك وتنتبعو في الإرشادات ديالو. القضية الفلسطينية الأولويات ديالنا حنايا هي القضية الفلسطينية. ما بالنسبة للتهجير وداك الشيء الإخوان ما كاين منو حتى حاجة. هذاك غير كلام فارغ ما كاين فيه والو. على أساس أنهم غادي يهجروا، والإنسان يحاول ما أمكن يقلب على شي مصدر موثوق. أنا البارحة الإخوان عييت ما نقلب، مشيت قلبت مزيان على أساس أنني نلقى ترامب قالها في شي جلسة ولا قالها في شي حاجة ولا هادي. حدي الإخوان لقيت الصحيفة ديال صحيفة أمريكية هي اللي كانت كتبت على هادشي هذا، وكتبت بلي أن 3 دول في إفريقيا، إخوان بدون ذكر هذاك الدول الآخرين. هذاك الدول الآخرين أصلا محتاج لهادشي هذا، ومحتاج للدعم الأوروبي والدعم الأمريكي، على أساس عندهم مشاكل داخلية ولا هادشي هذا كامل. الإخوان غنحاول ما أمكن غنديرو لكم إن شاء الله في حلقة بوحدو، وغادي نشرح لكم هاد الدول هادو علاش كانوا تا هما تيستقبلوا. أما بالنسبة للمغرب الإخوان، حنا راه ضمن القضية فلسطين، وما عمرنا غادي نتخلوا عليها، وما عمرنا غادي نفكروا أن الغزاويين واحد النهار يمشيو للأردن ولا يمشيو لسيناء يحولوهم لسيناء ولا يحولوهم لمصر ولا يحولوهم لشي بلاصة. حنا ضد هاد الفكرة هادي. وحتى لا خرجتي الشارع المغربي ودرتي ميكرو تروطوار وقلتي لأي واحد فينا، يا كبير ديالنا يا صغير ديالنا، شنو الرأي ديالك أنهم يحولوا الغزاويين إلى المغرب أولى إلى الجزائر. هذاك الناس أرضهم هاديك وغادي يبقاو في هاديك الأرض، لأننا كلنا كلمة وحدة، كنا مع الغزاويين يبقاو في أرضهم. والله يدير شي شوية ديال الخير والله يغلبهم عليهم. هادشي اللي كاين هذا. وسمحوا لي يا إخواني إلا كنت غبرت عليكم شي شوية بحكم الظروف ديالي. أخوكم عادي تا هو عنده وليدات خدمة كذا، هادي متيساليش ليا باش نبقى نهضر في اليوتيوب بزاف. هذه منصة درتها ليا وليكم ولأي واحد عنده شي حاجة بغى يقولها باش يسمع الرأي العام. راه هذه هي المنصة ديالكم الوحيدة. أنا حاولت ما أمكن نتقاتل عليها باش نطلعها باش تكون قناة الشعب وقناة ديال كل شيء. وكيف ما تنقول لكم الإخوان ديما، السلام عليكم.